ضربة الجزاء من إشارة من حكم المباراة سيف الدين الورتاني. ينساس في استعدادات كبيرة في معناها الفترة الحالية في الترجي الرياضي التونسي، والتسجيل وأحداث الفارق. سجل في آخر مباراة ضد فريق اتحاد بنغردان، ومنذ دقائق الأولى ينساس يحتفل ويسجل ويغالط الحارس عبد القادر شوية، معلنا على أحداث الفارق لصالح الترجي. سحب الطليعة الحالي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والمرور للأسبقية والتسجيل والحصول على ضربة الجزاء أعلن عليها الحكم سيف الدين الورتاني. إذن الترجي يسجل الوطنية الأولى مستقبل مرسى النادي الافريقي عبر التاريخ، يشكلوا لقاءات تقليدية. ولا عفوا من البشير بن سعيد، ولا التسجيل مستقبل جابس. إذن التسجيل من أمين الخضراوي يتمكن من التسجيل، والهفوة من حارس الترجي الرياضي التونسي، ونجاح محمد أمين الخضراوي في تعديل النتيجة لمستقبل جابس. هاو الكرة الأخيرة وسوء التصرف بالنسبة لحارس الترجي والتسجيل. إذن التعديل لمستقبل جابس، والهفوة المرتكبة من الحارس البشير بن سعيد في عدم التحكم في الكرة الأخيرة. التعادل إلى حد الآن هنا في رادس بين الترجي ومستقبل جابس، وبتبع رقم 10 أمين الخضراوي يحتفل. والتعديل أمامكم المدافع واللي يلعب كذلك في وسط الميدان حمزة الجلاسي لصالح الترجي الرياضي التونسي، أمامه حارس مستقبل جابس عبد القادر. شوية متابعة لتنفيذ ضربة الجزاء لصالح الترجي. حمزة الجلاسي يتقدم، وثاني أهداف الترجي الرياضي التونسي 2-1 في الوقت البديل للشوط الأول. 3 أهداف كاملة عشناها في هذه الفترة الأولى. ضربتي جزاء لصالح الترجي ساس وحمزة الجلاسي، والخضراوي لصالح مستقبل جابس. وحمزة الجلاسي هذه الركلة الناجحة من جانب الترجي، اختار الجهة اليسرى لحارس المرمى عبد القادر الشوية، ويمضي على الهدف الثاني امام فريق المستقبل الرياضي بجابس. ثنائية ينساس وحمزة الجلاسي في المقابل هدف وحيد لفريق المستقبل جابس من تنفيذ محمد امين الخضراوي. الهدف الاول هدف ليه بيزيل الترجي بعد العودة بعد 13 سنة كما قلت لفريق والهم الترجي الرياضي التونسي. ننتظر تنفيذ هذه الركله. نعاود نذكر هدفين مقابل هدف للترجي امام مستقبل جابس، وضربه جزاء معلنه يوسف المساكني. ينتظر اذن حكم المباراه للتنفيذ. يتقدم يوسف المساكني للتنفيذ، يصوب حارس المرمى ممتاز. يتألق عبد القادر شويه.